أنا الآن أتكلم إلى السلطة الجزائرية، والله العظيم نتكلم مع السلطة درك. فهمونا درك، هاد الناس راهم يسبوا فينا في مواقع التواصل الاجتماعي في وسائل الإعلام، ليل نهار يسبوا في الجزائر ويعايروا في الجزائر ويشكوا حتى في قدرات الجزائر، الجزائر تطفي في النار وما يقولك لا لا مازالت شاعلة. ومن بعد تستقبل المواطنين تاعهم في البلاد هنا، تعطي لهم العمل، تخليهم يخدموا ويجوا يزاحموا الجزائريين في خبزتهم. فهمونا درك، إذا كانت العداوة تاع السلطة الجزائرية للنظام المغربي غير جادة، قولوا لنا باش نجبدوا رواحنا. انا ما نحرقش اعصابي، انا نقعد عامين وانا نحرق في اعصابي ضد المروك اونتي ماروك، ومن بعد نسمع بالمراكه راهم جايين يخدموا في الجزائر عادي، يدخلوا بالالاف. فهمونا درك، فهمونا. العلاقات الدبلوماسيه مقطوعه ولا مش مقطوعه؟ هاد الناس اللي يسبوا فينا راكم تتصرفوا معاهم ولا لا؟ ولا غير احنا مقدمين الشرف تاعنا ومقدمين العرض تاعنا ولابدين ارواحنا على اكفنا، لابدينها نحاربوا فيهم ونحاربوا في الكيان الصهيوني، وفي التالي يدخل المروك يعبر المطار ويروح يجي يخدم هنا في الجزائر عادي، ولا يروح يحرق لي غابه عادي. حنايا نحرقوا في اعصابنا عامين، وانا نحرق في اعصابي عامين، وانا ما خلوا لي عرض، ما خلوا لي شرف، تمرمدت في المعركه هذه، ودائما واقف في الصف الاول تاعها، نتلقى رسائل التهديد من المعاير الدنيا، وليت ربما اكثر شخصيه في العالم تعرضت لهذا التشويه على اجل بلادي، وندافع على كرامه بلادي وتراث بلادي، وندافع على الشهداء على البلاد هذه، وندافع، ومن بعد في الاخير يجوا داخلين المراكب المطار يزعبلوا. يفهمونا درك، خايفين منهم، شادين علينا حسيفه، ساحرينكم، ما يدخلوش، ما ناش قابلينهم، ما ناش قابلين المراكب في الجزائر، يخرجوا يبعدونا.